رئيس مركز السلام العالمي ورئيس المؤتمر الموقر، رجل المواقف الوطنية والإنسانية الصادقة الذي حمل راية السلام بفكر واعٍ ورؤية مستنيرة، وجعل من هذا المركز منبرا عالميا للدبلوماسية الشعبية وصوتا صادقا للضمير الإنساني. ويشرفني أن أقف اليوم بينكم كمواطن سعودي من أرض الرسالة والقبلة، موطن العز والحزم والعزم والرؤية المستقبلية، حاملا معي محبة المملكة العربية السعودية بكافة الصور، وتقديرا القيادة والشعب السعودي لمصر، التاريخ والحضارة ومكانتها الراسخة وقبلة الأمة العربية ورفضها الواعي. أيها الحضور الكرام، نلتقي اليوم تحت مظلة الضمير الإنساني لنتحدث عن القيم التي تجمع ولا تفرق، وعن الأخلاق التي تبني بها الأمم أو تبنى بها الأمم قبل أن تشرك بها الحضارات. السادة الحضور، إن القيم الأخلاقية والضمير الجمعي هما جوهر السلام الحقيقي، فالقيم تهذب السلوك وتوجه الإنسان نحو الصدق والنزاهة والإخلاص، وتغرس في قلوبنا روح العدالة والتعاون، فتبنى من خلالها مقام السلام داخل المجتمعات أو داخل تحسين المجتمعات من الصراعات والانقسامات. أما الضمير الجمعي فهو الوجدان الحي للأمة، هو الذي يوحد أبناء عرقها. أيها الحضور الكريم، كتبت كثيرا ولكن أردت أن أتحدث بكل شفافية عن مصر العظيمة، مصر التي بدت ثم بدا التاريخ بعد مصر. شكرا لمصر، شكرا لمصر حكومة وشعبا، شكرا لكل ما تقدمه لنا كعرب أو مستثمرين أو ضيوف لها، والشكر الكريم عن المنصة الكريمة، وشكرا لكم والسلام عليكم.